مكملين مع حضراتكم في الدرويش، بينورني كابتن احمد الناوي نجم نجوم النادي الاسماعيلي. وكابتن احمد يمكن وقت حلقتي قرب يخلص، لكن انا عندي سؤال. هنعتقد ان الدوري او هنعتبر ان الدوري هيتلعب وان احنا معانا ماتش مع مصر المقاصه الاسبوع الجاي يوم السبت زي النهارده. المباراه الاولانيه لينا والثانيه هتبقى مع الزمالك. بالنسبه لمصر المقاصه كان بيدربها الكابتن طارق يحيى، مسافر يدرب الهجر السعودي في وقت قريب قوي من بدايه الدوري، يمكن اسبوع. طبعا هيبقى مصر المقاصه هيبقى عندهم مدرب جديد وفرقه جديده وخطه مش فرقه جديده، خطه جديده وفكر جديد للتدريب وللفريق في وقت ضيق جدا. ده يبقى في مصلحه الاسماعيلي؟ اعتقد بنسبه كبيره ممكن يكون في مصلحه النادي الاسماعيلي، لان اول الاسباب ان زي ما حضرتك قلت في الفكر بيختلف من مدرب لمدرب. تاني حاجه ممكن يكون نقطه سلبيه بالنسبه للعيبه، انه يكونوا مرتبطين بالكابتن طارق يحيى داخل الملعب وخارج الملعب. النقطه الايجابيه ممكن تبقى برضو ضد النادي الاسماعيلي لو اللعيبه دي كلها عايزه توري المدرب الجديد ان هي كل واحد جدير باللعب، فممكن يطلع كل الطاقه اللي عنده. يعني هو سلاح ذو حدين، ما نقدرش هي سلبيه وايجابيه بالنسبه للعيبه مرتبطه في الناحيتين. انما بالنسبه للمدرب فهي فيها نقطه واحده، الاختلاف بالنسبه للفكر التدريبي. كابتن طارق بيلعب بطريقه ممكن يربك حسابات الفرقه نفسها. طيب في نص دقيقه مباراه ثانيه لينا مع الزمالك، واحنا لسه لاعبين مباراه مع الزمالك في الكويت وكان الاداء فيها راضي ناس كتير قوي. هيفرق الاداء وهتفرق الروح في المباراه الوديه اللي في الكويت مع المباراه الرسميه الثانيه للاسماعيلي؟ معنويا ممكن النادي الاسماعيلي ينزل لعيبه النادي الاسماعيلي متذكره مباراه الكويت، فبتعليهم شويه بالنسبه للنواحي النفسيه والنواحي المعنويه. بتعليهم بتعليهم طبعا. انما هنقول ان الزمالك هيختلف كتير، لان في تقريبا اسبوعين ممكن يكون عيله بدنيه، لان كنا عارفين الزمالك كان رايح وكان في وقفه عنده 10 ايام فما قدرش يجمع لعيبته. فاعتقد ممكن الاسبوعين دولت يقدر يرجع تاني، وكان في لعيبه مصابه ولاعيبه بره الفرقه يعني. كابتن احمد ناوي نورتني في الدراويش، وقتنا خلص معاك بسرعه، واتمنى اشوفك تاني في الدراويش قريب. انا بشكرك شكرا لحضرتك. كل عشان الدراويش في كل مكان. خلص حلقتنا النهارده، استنونا السبت الجاي حلقه جديده. تصبحوا على خير.